السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من نشرة ديال أخبار الكرة المغربية. الحلقة ديال اليوم فيها مستجدات قوية ومثيرة، بداية من المكانة الجديدة ديال المنتخب المغربي في التصنيف العالمي، مرورا بصراع الكبار أوروبا على أيوب بوعدي وعبد الصمد الزلزولي، وصولا إلى آخر تطورات مستقبل عز الدين أناحي وعيسى ديوب، بالإضافة إلى جديد ملف نهائي كأس إفريقيا ما بين المغرب والسنغال، وياسين بونو اللي واصل باش يثبت الاسم ديالو ما بين افضل حراس العالم. خليك معنا حتى النهايه حيت جمعنا لك اهم الاخبار المغربيه بلا حشو وبلا تكرار. وما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. البدايه مع المنتخب المغربي اللي واصل يثبت المكانه ديالو وسط كبار المنتخبات العالميه. التصنيف المباشر للفيفا كيوضع المغرب حاليا في المركز السابع عالميا بعد ما دخل المونديال 2026، وهو اصلا محقق افضل ترتيب في التاريخ ديالو. بعض التقارير كتحدث على امكانيه تقدم الاسود اكثر بعد احتساب نتائج المونديال بشكل نهائي، خصوصا ان المنتخب وصل للربع النهائي وحقق انتصارات مهمه خلال البطوله. وبعيدا على واش المركز غادي يكون خامس او رابع، الاهم هو ان المغرب ولا متصدر الكره الافريقيه والعربيه، وما بقاش كيتعامل معاه كمنتخب مفاجاه ولكن كقوة عالمية عندها الاستمرارية والجودة والطموح باش تدخل مستقبلا ضمن الخمسة الأوائل. الخبر الثاني كيتعلق بالموهبة المغربية أيوب بوعدي اللي ولا من أكثر الأسماء المطلوبة في الميركاتو الصيفي. اللاعب ديال الليل الفرنسي تألق بشكل كبير خلال المونديال 2026 ولفت الانتباه الأندية بحال مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، الأرسنال وبايرن ميونخ. وحسب التقارير الإنجليزية اللي حددت القيمة ديال اللاعب حوالي 100 مليون يورو، بينما مانشستر سيتي كيبان من أكثر الأندية جدية في التعاقد معه. النجم السابق لمانشستر يونايتد دوايت يورك خرج هو الآخر بتصريح قوي وقال بأن بوعدي هو اللاعب الوحيد اللي يستحق النادي يدفع فيه مبلغ قريب من 100 مليون جنيه استرليني، بالنظر للصغر ديال السن ديالو، الشخصية ديالو داخل الملعب والقدرة ديالو على التحكم في وسط الميدان رغم أنه مازال في السن ديال 18 سنة. الصفقة مازال ما تحسماتش، ولكن المؤكد هو أن أيوب بوعدي أصبح اليوم واحد من أغلى وأهم المواهب المغربية في العالم. ننتقل الآن لعبد الصمد الزلزولي اللي رجع الاسم ديالو يرتبط بقوة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. تقارير إسبانيا كتقول بأن أستون فيلا ونيوكاسل كيتابعوا اللاعب وكيشوفوا فيه جناح قادر يعطي الإضافة في الجهة اليسار بفضل السرعة ديالو، المهارات والقدرة ديالو على صناعة الفرص. الزلزولي قدم موسم جيد مع ريال بيتيس وباقي مرتبط مع الفريق بعقد طويل، وهذا الشيء اللي كيخلي النادي الإسباني في موقف قوة في المفاوضات. انتقال لاعب للإنجليز يقدر يكون خطوة كبيرة في المسيرة ديالو، ولكن القرار خاصو يكون مدروس، لأن الأهم بالنسبة للزلزولي هو يمشي الفريق يضمن ليه دقائق لاعب منتظمة، ماشي غير اسم كبير ويجلس في الاحتياط. حتى الآن ما كاين حتى شي إعلان رسمي، وبالتالي الملف باقي مفتوح وقابل للتطور خلال الأيام المقبلة. من الأخبار اللي خلقت نقاش كبير وسط الجماهير المغربية مستقبل عز الدين أناحي. تقارير صحفية تحدثت على اهتمام الأندية السعودية بارزة بالخدمات ديالو مع عروض مالية مغرية جدا باش يقنعوه بمغادرة أوروبا. جزء من الجماهير المغربية عبر على التخوف ديالو من هذه الخطوة، خصوصا أن أناحي مازال في السن يسمح ليه يكمل سنوات إضافية في أوروبا ويلعب في المستوى التنافسي كبير. في المقابل كاين اللي كيشوف بأن الدوري السعودي تطور وأصبح كيضم لاعبين عالميين، وبالتالي الانتقال ماشي بالضرورة تراجع رياضي. القرار الأخير غادي يبقى عند اللاعب، ولكن من المصلحة ديال المنتخب المغربي أن أناحي يختار مشروع يضمن ليه الرسمية، الاستمرارية والجاهزية البدنية قبل الاستحقاقات المقبلة. والخبر الموالي كيتعلق بالمدافع المغربي عيسى ديوب اللي ممكن يبدل الفريق ديالو خلال الميركاتو الحالي. التقارير الفرنسية والإنجليزية تحدثت على وجود مفاوضات متقدمة بشأن الانتقال ديالو من فولهام إلى فريق إنجليزي جديد بعد ما تقلصت المشاركات ديالو خلال الموسم الماضي. عيسى ديوب رجع بقوة للواجهة بفضل المستويات اللي قدمها مع المنتخب المغربي، وثبت أنه مدافع قوي في الالتحامات،
متميز في الكرات الهوائية، وقدر كذلك يساهم هجوميا في الكرات الثابتة. بالنسبة ليه تغيير الفريق يقدر يكون قرار مهم لاسترجاع الرسمية واللعب بشكل منتظم، خصوصا أن المنافسة داخل الدفاع المنتخب المغربي غادي تكون قوية في الفترة المقبلة. وحتى يخرج الإعلان الرسمي خاصنا نبقاو نتعاملوا مع الموضوع كصفقة محتملة فقط. ياسين بونو مرة أخرى كيأكد بأن المستوى ديالو ماشي مرتبط ببطولة وحدة أو موسم واحد. الحارس المغربي قدم مونديال قوي وكان من العناصر الحاسمة في المسار ديال المنتخب المغربي، سواء بالتصديات أو بالحضور القيادي والثقة اللي كيعطيها للمدافعين. بعض التصنيفات الإعلامية والإحصائيات وضعت بونو من بين أفضل الحراس في مونديال 2026. هو الأمر ماشي غريب على حارس سبق ليه تألق في مونديال قطر، الدوري الإسباني، المسابقات الأوروبية، وكذلك مع النادي ديالو. الأهم اليوم ماشي الدخول في مقارنات إعلامية مستفزة ما بين بونو وحراس واحد آخرين، ولكن الاعتراف بأن المغرب عنده حارس عالمي حافظ على المستوى ديالو لسنوات، وقدم الدليل في المباريات الكبيرة اللي كيكون فيها الضغط مرتفع. نمروا الآن لملف نهائي كأس إفريقيا ما بين المغرب والسنغال، واللي مازال معروض أمام المحكمة التحكيم الرياضي. محكمة الطاس أكدت رسميا تسجيل الاستئناف اللي قدمه الاتحاد السنغالي ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف، بعد ما تم اعتبار المنتخب السنغالي منسحب وتسجيل النتيجة ب3-0 دون مقابل لصالح المغرب. إلى حدود الآن ما تمش الإعلان الرسمي عن تاريخ النهائي لإصدار الحكم، وبالتالي أي حديث على شهر محدد خاص يتقدم كاحتمال وليس قرار محسوم. القضية دخلت الآن المسار قانوني، والطاس غادي تدرس الدفوع الطرفين قبل إصدار القرار النهائي. بالنسبة للجمهور المغربي والسنغالي الأفضل هو الانتظار البلاغ الرسمي والابتعاد على الأخبار اللي كتقدم التواريخ والنتائج النهائية بلا مصدر مؤكد. الصحافة الدولية وصلت الإشادة بالمستوى اللي قدمه المنتخب المغربي 2026. عدد من التحليلات اعتبرت أن المغرب كان من أقوى ممثلي القارة الإفريقية، وأعلن الوصول الربع النهائي أكد بأن الإنجاز ديال مونديال قطر ما كانش مجرد لحظة استثنائية. المنتخب الوطني أصبح عنده شخصية واضحة، لاعبين كيتنافسوا في دوريات قوية وتجربة في التعامل مع المباريات خروج المغلوب. ولكن هذه الإشادة ما خاصهاش تخلي المنتخب يوقف عند الماضي، لأن التحدي الأكبر هو تطوير الأداء الهجومي، توسيع اللائحة ديال اللاعبين، وتجهيز جيل قادر ينافس بقوة في مونديال 2030 اللي غادي يتنظم جزئيا في المغرب. ومن الأخبار المواهب الصاعدة، تقارير إعلامية تحدثت على انتقال لاعب مغربي شاب إلى أكاديمية أتلتيكو مدريد بعد ما تألق مع المنتخبات الوطنية للفئات السنية. النادي الإسباني معروف عليه بالاهتمام باللاعبين اللي عندهم انضباط تكتيكي والقوة البدنية، وبالتالي هذه الخطوة تقدر تكون مهمة لتطوير الموهبة المغربية داخل بيئة تنافسية كبيرة. ولكن خاص التأكيد بأن الطريق للوصول للفريق الأول طويل، واللاعب خاصه يخدم على الجانب البدني التكتيكي والاستمرارية، لأن النجاح الفئات السنية ما كيعنيش تلقائيا النجاح مع الكبار. بالنسبة للمنتخب المغربي، ظهور مواهب جديدة في أندية أوروبية قوية كيأكد بأن الخزان البشري كيتوسع من عام لعام. بعد النهائي ديال المونديال 2026 المرحلة المقبلة خاصة تكون مبنية على الاستمرارية، تجديد في آن واحد. المنتخب محتاج يحتفظ باللاعبين اللي مازالين قادرين يعطيو الإضافة، وفي نفس الوقت يفتح الباب للمواهب اللي تألقت مع أقل من 20 عام وأقل من 23 عام. ما خاصناش نساوهم حتى يقرب مونديال 2030 عاد نبداو نجربوا اللاعبين. خاص كل توقف دولي يكون فرصة باش يتم الإدماج أسماء جديدة، ومنح دقائق للحراس والمدافعين ولاعبين الوسط اللي يقدروا يكونوا بدائل مستقبلية. المنتخب القوي ماشي غير 11 لاعب اساسي، ولكن مجموعه فيها 2 أو 3 ديال الخيارات بمستوى متقارب في كل مركز. هذه كانت اهم الاخبار الكره المغربيه في الحلقه ديال اليوم. ايوب بوعدي كيشعل الميركاتو الاوروبي، الزلزولي مطلوب في الدوري الانجليزي، مستقبل اناحي كيثير النقاش، عيسى ديوب امام تجربه جديده، وبونو كيواصل تاكيد القيمه العالميه ديالو. بينما ملف المغرب والسنغال مازال كيتسنى القرار النهائي ديال المحكمه ديال التحكيم الرياضي. دابا بغينا نعرفوا الراي ديالكم، واش كتفضلوا ايوب بوعدي ينتقل دابا لنادي كبير ولا يبقى موسم اضافي مع ليل
باش يضمن الرسمية. واش كتعتقدوا أن عز الدين أناحي خاصو يبقى في أوروبا ولا الانتقال للدوري السعودي ما غاديش يأثر على المستوى ديالو؟ شاركونا الآراء ديالكم في التعليقات وما تنساوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس. كان معكم خوكم أنوار من قناة كرة بالدارجة. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في حلقة جديدة.